اسمعني يا صديقي، أهلا بيك في شركة فرقة التطبيل وإدارة المجاملات الاحترافية. والله فرقة متنقلة شكلها شيك وصوتها عالي. شغلتها مش تحقق أهداف الشركة، شغلتها تحول أي حركة بسيطة من المدير لملحمة تاريخية. يتنفس يقولك بيستشرف جودة الهواء المؤسسي، يشرب مية يقولك بيروي فكره الاستراتيجي برؤية استدامة، يسكت يقولك بيمارس فن الصمت القيادي وإن القرارات بتتخلق من سكتته. يا سلام! الحقيقة إن الناس دي مش بتبني مدير، دي بتعزل مدير، بتخدره لحد ما يفقد إحساسه بالواقع والفرقة تتحول لدوامة صمت وخوف وضياع معنا. خليني أحكي لك مشهد أنت أكيد شفته. ميتنج أسبوعي عادي، المشروع متأخر شوية وعايزين حل. أول ما المدير يدخل الأوضة فرقة التطبيل تشغل السماعات. واحد يقوم: بصراحة يا جماعة إحنا محظوظين إن حضرتك موجود، وجودك لوحده خلى العميل يهدأ. التاني يكمل: ومين غيرك يقرأ السوق بالحس العاشر. التالت يقول جملة تقيلة: الصراحة السكوت بتاعك بيعلمنا. بعد ربع ساعة مفيش رقم، مفيش خطة، بس في تصفيق. يخرج المدير مبسوط والملف لسه زي ما هو. تاني يوم نفس الفريق يشيل الشلة تحت شعار: تمام يا فندم. ليه ده خطر؟ لأن فرقة التطبيل بتعمل حاجتين مدمرين. أول حاجة بتحط ضباب حوالين الواقع، فتطلع قرارات مبنية على انطباعات مش بيانات. تاني حاجة بتضرب أحسن حاجة في أي منظمة، وهي الشجاعة، إن حد يقول الحقيقة. لما الناس تتعلم إن اللي بيقول الصح بيتفهم غلط واللي بيزوق بيتكافئ، اللعبة كلها بتبوظ. تلاقي المواهب ساكتة واللي بيشتغل بضمير دخل في منطقة أنا مالي، والإبداع بقى محتاج تصريح. طب نعرف إزاي إن عندنا فرقة تطبيل شغالة؟ ركز في مؤشرات بسيطة. كل إنجاز يتحول لإنجاز المدير شخصيا حتى لو الفريق اللي اشتغل. كل غلطة تتدارب ورق سلوفان وتتركن على شماعة الظروف. كل اقتراح نقدي يتقال له خليه إيجابي أو تعالى نقولها بطريقة ألطف، ومع الوقت يبطل يتقال خالص. الميتينجز تبقى طويلة وما فيهاش قرار محدد، بس فيها جمل محفوظة من نوعية: إحنا ماشيين صح، والرؤية واضحة، والمرحلة حساسة ومحتاجة هدوء. ولو طلبت أرقام يتقالك لسه بنجمع البيانات. لو طلبت خطة يتقالك عندنا توجه عام، يعني حدويت بدل شغل. وهنا يجي الامتحان الحقيقي للمدير. يا مدير، عايز تبقى محبوب ولا محترم؟ خدها قاعدة: المحبة الزائفة ما تنقذش مؤسسة، والاحترام بيجي من مواجهة الحقيقة مش من الهروب منها. المدير اللي يستقبل التصفيق كبديل للنتيجة بيحكم على نفسه بالعزلة جوه بالونة كبيرة، وكل ما البالونة تكبر بعيد عن الأرض كل ما فرقته تنزف في صمت. طيب نعمل إيه بقى؟ أول حاجة نغير لغة الأوضة. أي ميتنج من غير أرقام واضحة وخطوة جاية محددة بمالك وموعد يبقى عرض مسرحي مش إدارة. اسأل أسئلة بسيطة بس تقيلة: إحنا متأخرين قد إيه بالأيام؟ عشان نقلل التأخير محتاجين مين وإمتى؟ مؤشر النجاح الأسبوع ده هيوصل كام؟ لما الأسئلة تتكرر التطبيل بيتكسف. تاني حاجة نظام حماية للحقيقة. أعمل قناة معلنة للملاحظات والريفيو من غير عقاب ومن غير تريقة. الناس الشجاعة لازم تلاقي سقف أمان. تالت حاجة بدل مكافأة الكلام بمكافأة الحل. اللي يجيب اقتراح قابل للتنفيذ ويتجرب ويتقاس يتشكر ويتكافئ. اللي يجيب كلام عام من غير أثر يقول شكرا ويقعد يسمع لحد ما يتعلم. رابع حاجة وزع الضوء. خليه واسع مش متركز على شخص. سلط الكاميرا على أصحاب الشغل الحقيقي. سلايد في البرزنتيشن باسم الفريق وأدوارهم. التوزيع ده مش رفاهية، ده لقاح ضد فرقة التطبيل. خامس حاجة افتح باب الغلط المتحضر. لما حد يغلط ويتقال له تعلمنا كذا وتعالى نجرب كذا الناس هتتكلم. لما كل خطأ يتحول لمحكمة الناس هتسكت وتسيب المسرح للمطبلين. ولو انت موظف وسط اللعبة دي ما تستسلمش. أولا وثق شغلك. ملخص صغير بعد كل تسليم بالأرقام ده درعك أمام الزخرفة. ثانيا خليك واقعي في عرضك. بدل ما تقول اللي فوق غلطانين قول البيانات ناقصة كذا والحل إننا نعمل كذا. ثالثا ابني تحالفات مضيفة. صاحب الناس اللي تشتغل بجد. لما يبقى صوتكم واحد التقبيل يوطي نفسه. رابعا ما تردش على الاستفزاز بالاستفزاز، ردها هادي: تعالوا نقيس، تعالوا نكتب، تعالوا نجرب أسبوع. الحقيقة بتحب الهدوء. خامسا لو لقيت ان السقف واطي ومفيش نية يتعلي حضر انتقالك بكرامة. سمعتك أهم من أي مسرح. ارجع معايا الجملة مهمة: فرقة التطبيل ما بتبنيش مدير، بتعزله. المدير الحقيقي يتقال بعدد اللي عندهم جرأة يقولوا له عندنا مشكلة هنا، مش بعدد اللي بيسقفوا وهو ماشي. والفرق اللي بتنجح مش اللي صوتها أعلى، اللي بتعرف تحول الصراحة لخطط والخطط لنتائج والنتائج لفرص أكبر. قبل ما نقفل عايز منك مشاركة شخصية تخدم الكل. اكتب لي في الكومنتس أسخف جملة تلميع سمعتها في شغلك والجملة البديلة اللي كان المفروض تتقال لو بنحترم الواقع. وعلمنا موقف اتقالت فيه الحقيقة بنوجع بس أنقذت مشروع. الكلام ده هيبني مناعة عند ناس كتير.
لو الحلقة دي لمستك ابعتها لمدير محترم تحب تشوفه أعظم، أو لزميل شايف التطبيل ومش لاقي طريقة يتكلم بيها. فاكر، الإدارة مش مسرح للتصفيق، الإدارة ورشة حقيقة، والنهضة بتبدأ أول ما نطفي المايك عن فرقة التطبيل ونشغل مايك الحقيقة حتى لو صوتها هادي.